أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي، وهو إزاي ممكن نخلي الإنترنت أسرع، بس مش بالطريقة اللي كتير بيفكروا فيها، مش بإننا نجيب هاردوير أقوى وخلاص. لا، القصة كلها في تصميم الكود نفسه بذكاء، وهنشوف إزاي حاجة اسمها ميمكي 3 قدرت تعمل ده بالظبط. طيب خلينا نسأل سؤال كده. لما بنقول إن الإنترنت سريع، إيه اللي بيخليه سريع بجد؟ يعني هل هي سرعة النت بتاعتنا وبس؟ أكيد لأ، الموضوع فيه تفاصيل تانية كتير، والإجابة بصراحة أعقد من مجرد سرعة الداونلود والأبلود. السر كله في الوصول السريع للبيانات، يعني زمن الاستجابة يكون قليل جدا. الموضوع عامل بالظبط زي ما تروح مكتبة ضخمة، انت ممكن توصل للمكتبة دي في دقيقة، بس لو قعدت تدور على الكتاب اللي عايزه ساعة يبقى ايه لازمة السرعة؟ العبرة كلها في سرعة استرجاع المعلومة نفسها. وهنا بقى يجي دور بطل قصتنا النهاردة، حاجة اسمها ميم كاشت أو ميم كاشت. طيب إيه هو ده؟ ببساطة شديدة ده نظام تخزين مؤقت أو كاشنج مشهور جدا ومفتوح المصدر. كل وظيفته إنه يسرع المواقع وتطبيقات. يعني مثلا لما أي حد بيفتح بروفايله على فيسبوك، بدل ما فيسبوك كل مرة يروح يدور في قاعدة البيانات الضخمة بتاعته، لا هو بيكون مخزن نسخة من البروفايل ده في ذاكرة مؤقتة سريعة جدا اللي هي ميم كاشت. وده طبعا أسرع بمراحل. الحقيقة إن النظام ده يعتبر من أعمدة الإنترنت اللي نعرفه بقاله سنين. لكن زي أي بطل قديم، مع الوقت ومع تطور الهاردوير والكمبيوترات، البطل ده بدأ يظهر عليه علامات الكبر. الأداة دي اللي كانت أساسية وموثوق فيها بدأت تظهر فيها مشاكل وعيوب خطيرة، وما بقتش قادرة تواكب السرعة والتطور اللي حواليها. طيب إيه هي المشاكل دي بالظبط؟ هما مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى هي إهدار الذاكرة. يعني تخيل لما تيجي تخزن معلومة صغيرة، تلاقي إن البيانات اللي النظام بيحتاجها عشان يوصف المعلومة دي أكبر من المعلومة نفسها. يعني كأنك بتشيل ورقة صغيرة في شنطة سفر ضخمة. والمشكلة التانية ودي الأخطر هي عنق الزجاجة. النظام ده بيعتمد على قفل واحد بس لكل العمليات. تخيلها كده زي كوبري عليه حارة واحدة بس، كل العربيات لازم تستنى دورها عشان تعدي. وده طبعا بيعمل زحمة رهيبة وبيخليه مش قادر يستغل أبدا قوة المعالجات الحديثة اللي فيها أنوية كتير. وهنا بقى كان لازم يحصل تغيير، ومن هنا ظهر الحل: إعادة تصميم أذكى بكتير. خلونا نرحب بميم 3. ده مش مجرد تحديث، لا، ده إعادة تصميم كاملة لمين كاشت من نوع. طيب إزاي قدر يحل المشاكل دي؟ الإجابة في فكرة جديدة تماماً. الباحثين اللي عملوا مام 3 لخصوا فكرتهم في جملة بصراحة غريبة جداً بس عبقرية: تخزين أغبى وتجزئة أذكى. إزاي يعني تخزين أغبى؟ مش المفروض كل حاجة تبقى أذكى؟ ممكن تبان جملة متناقضة، لكن صدقوني ورا التناقض ده في سر العبقرية كلها. لو بصينا بسرعة على الجدول ده هنشوف المقارنة. واضح جدا إن مامتشيك 3 بيتفوق في كل حاجة تقريبا، سواء في التزامن أو في توفير المساحة. بس دي مجرد أرقام. تعالوا بقى نفهم الأرقام دي معناها إيه في الحقيقة ونفصص الموضوع واحدة واحدة. يلا بينا نكشف السر الأول: التجزئة الأذكى. الطريقة دي اسمها Optimistic Cuckoo Hashing. كلمة كوكو دي جاية من طائر الوقواع، وهنعرف ليه كمان شوية. وكلمة متفائل دي لأنه بيفترض دايماً إنه هيلاقي مكان فاضي بسهولة، مش بيعقد الدنيا على نفسه. طيب عشان نفهم الفرق، مام كاشد القديم كان بيعمل إيه؟ كان بيستخدم طريقة اسمها التسلسل، يعني لما مكانين يتملوا بنفس الحاجة يعمل سلسلة طويلة ورا بعض، وده طبعاً بيخلي البحث بطيء. أما بقى مام سي 3 فبيستخدم طريقة الكوكو، والفكرة هنا إن كل معلومة ليها مكانين محتملين. لو راحت لقت المكانين دول مليانين، بتعمل زي طائر الوقاء بالظبط، بتروح تطرد حاجة من اللي موجودين وتتحط مكانها، والحاجة اللي اتطردت دي تروح تدور على مكانها التاني. هي حرفياً سلسلة من ردود الفعل زي قطعة دومينو. عنصر جديد عايز يدخل يلاقي المكان مليان، فيقول زائق العنصر اللي موجود. العنصر اللي اتزق ده يروح لمكانه التاني، لو لقاه مليان يزق اللي فيه هو كمان، وهكذا. تفضل عملية الزق دي شغالة لحد ما في الآخر كله يلاقي مكان فاضي ويستقر. وده الشكل الفعلي بتاعها من الناحية التقنية. بس من غير ما ندخل في تفاصيل معقدة، الفكرة الذكية هنا هي إيه؟ بدل ما النظام يخزن كل البيانات في الجدول ده، هو بيخزن مجرد تاج صغير عامل زي بصمة صباع كده لكل معلومة. فلما يجي يدور على حاجة بيبص على البصمة دي الأول، وده أسرع بمراحل من إنه يبص على المعلومة كلها. كده خلصنا السر الأول بتاع التجزئة الأذكى. تعالوا بقى نروح للسر التاني اللي هو الجزء بتاع التخزين الأغبى. وهنا هنشوف إزاي الغباء ممكن يكون ميزة. الحكاية كلها بتدور حوالين خوارزمية اسمها كلوك أو الساعة. مام كاشت القديم كان بيحاول يبقى مثالي،
بيستخدم خوارزمية دقيقة جدا اسمها LRU، وظيفتها تعرف بالظبط إيه هي أقدم معلومة عشان تمسحها. الطريقة دي دقيقة قوي، بس تكلفتها عالية جدا في الذاكرة والأداء. مطورين مام 3B قالوا لأ، إحنا مش محتاجين كل الدقة دي، إحنا ممكن نضحي بشوية دقة في مقابل كفاءة أعلى بكتير. واختاروا خوارزمية كلوك اللي هي تقريبية، بس في المقابل أسرع بكتير وأوفر في الذاكرة، ومش بتعمل مشاكل الأقفال اللي قلنا عليها. وده يورينا تكلفة المثالية دي. عشان نظام LRU يشتغل كان بيحتاج 18 بايت زيادة فوق كل معلومة بتتخزن، يعني مساحة مهدرة ضخمة. وفوق كل ده زي ما قلنا كل العمليات لازم تستنى في طابور سبب القفل، يعني تكلفة فادحة في الذاكرة وفي الأداء كمان. طيب عارفين بقى خوارزمية كلوك الجديدة دي بتحتاج مساحة زيادة قد إيه؟ 1 بت، مش بايت، لأ، بت واحد بس. متخيلين الفرق؟ من 18 بايت ل1 بت. هنا بقى بنشوف حكمة التصميم الجديد، إن الكويس كفاية ممكن يكون أحسن 1000 مرة من المثالي المكلف. تمام، كل الكلام اللي فات ده نظري وجميل، بس يا ترى على أرض الواقع النتيجة كانت عاملة إزاي؟ تعالوا نشوف الأرقام الحقيقية بتقول إيه. النتيجة بصراحة مذهلة. الإنتاجية، يعني عدد الطلبات اللي النظام يقدر يتعامل معاها في الثانية، زادت من حوالي 1.5 مليون طلب في ميم كاشد القديم ل 4.4 مليون في ميم C3، يعني تقريباً 3 أضعاف السرعة. ده فرق رهيب. والأداء مش بس سرعة، كمان استهلاك الذاكرة قل بنسبة 30%، يعني بنفس كمية الرامات نقدر نخزن بيانات أكتر ب 30%، وده معناه توفير مباشر في تكاليف الهاردوير. والرسم البياني ده بيلخص كل حاجة. بصوا كده، الخط بتاع ميم 3 طالع لفوق تقريباً بشكل مستقيم كل ما عدد الخيوط أو الثريدز بيزيد، يعني بيستفيد من كل قوة المعالج، في حين إن الخط بتاع ميم كاشت القديم بيطلع شوية وبعدين يثبت مكانه، خلاص وصل لآخره بسبب مشكلة القفل والزحمة اللي قلنا عليها. ده يوضح قد إيه ميم 3 مصمم عشان يشتغل مع الهاردوير بتاع النهاردة. طيب، إيه المعنى أكبر من القصة دي كلها؟ الحكاية مش مجرد تحديث لبرنامج وخلاص. القصة دي بتورينا مثال قوي جداً على إننا لما نعيد التفكير في الخوارزميات القديمة اللي بنستخدمها عشان تناسب الهاردوير الحديث، ممكن نحقق مكاسب ضخمة في الكفاءة. القصة في الآخر مش قصة مين عنده هاردوير أقوى، لكن مين عنده تصميم برمجي أذكى. الشغل الذكي بيكسب. قصة مامسي 3 دي بتفكرنا إن دايماً في فرصة للتطوير والابتكار حتى في الأدوات والتقنيات اللي بنعتبرها أساسية ومستقرة بقالها سنين. وده يخلينا نسأل سؤال مهم، يا ترى في كام تقنية تانية بنستخدمها كل يوم ومستنية بس إعادة تصميم ذكية زي دي عشان تعمل طفرة ضخمة في الأداء؟